شاذلي، احنا معانا شاذلي بتاع الملابس. شاذلي اهلا بحضرتك يا باشا. ازيك يا شاذلي، اخبارك ايه؟ دايما الحمد لله. بنتقابل في فرحه وكده، النهارده متقابلين في حاجه مش لطيفه. والله والحمد لله على كل ربنا شيء، يفك ربنا مش سجنه ان بيجيب شاء حاجه الله. وحشه. انت صديقه، صديق عصام يعني اي حد يتمنى يبقى صديقه بجد بجد، والله مش محتاج ان انا اقول ده. يعني هو صديق لما بيبقى حد قريب منه بجد 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 يعرف عصام كويس قوي. احنا ما بنحبش نبص على حد من بعيد، لما تعاشر لحد تعرف هو ايه كويس. ما انا بقول ان يمكن ده خير ليه، ان حتى لو كان بيعمل اي حاجه من الحاجات دي تفاريح، خلاص متهيألي مش هيقرب لها تاني. ربنا عمره ما هيجيب حاجه وحشه، هو اكيد بالظبط. ربنا شايل له حاجه، اكيد اكيد. هو والله العظيم يعني انا يعني على قد صلتي القريبه بيه، بس انا واثق ان هو عمره ما بيجري على اذى حد. لا بس يعني حتى لو كان بيعمل الحاجات دي تفاريح اكيد مش هيقرب منها تاني اكيد. انا اليوم ده انا كنت معاه في دبي، قاعدين مع بعض اكتر من 7-8 ساعات. هو الراجل حاجز على قبل ميعاد جلسته. يعني هو ما كانش هربان قصدك؟ لا طبعا، هو نزل على الميعاد، هو حاجز قبلها. يعني هو كان معايا قبلها مثلا ب4-5 ايام. امال ليه كتبوا اخبار ان هو الانتربول اللي قبض عليه؟ احنا حاجزين يوم 9 من هناك، هو حاجز يوم 9. انت قصدك انه ما لحقش يرجع لكن كان ناوي يرجع يعني؟ هو لا ناوي، هو حاجز على يوم 9، هو التيكت بتاعه يوم 9، هو اللي راجع بارادته، هو اللي دافع وراجع، ما حدش قبض عليه في حته. والله يبقى والله في اخبار مفبركه. الشرط ومودينه لحد المطار. كان في المطار الساعه 5:15 تقريبا، 5:30، هو داخل المطار واحنا مودينه الشنط معاه، وهو داخل يرجع يحضر قضيته. هو راجع بقى راضي بكل حاجه، يعني هو راضي باي حاجه هتحصل، وراضي بقضاء ربنا، وراضي بالقضاء المصري ومسالم. بس هو يعني اللي حصل له كتير. مكسور طبعا. هو قال كلمه النهارده وهو في القضيه، قال يا جماعه انتم مكبرين الموضوع قوي عشان الصحفيين صوروه كتير. لما تقعدي قدامه كده اقسم بالله ما حد يستحمل كلامه بجد بجد. انت اصلا اللي شاف حاجه فيديو واللي قاعد معاه حاجه تاني خالص، وهو بيدمع قدامك حاجه، بس هو في الاخر يا شاذلي عمل حاجه ضد القانون. قصه البني ادم وحشه، لما كلنا نجتمع ان احنا نفضل ورا البني ادم عشان نجيبه ارضا، بعد ما بفضل ربنا كان هو بفضل ربنا ثم الناس في 7 سما، دلوقتي بفضل ربنا طبعا بقضاء وقدر، والناس تنزله 7 ارض بسبب يعني هو الحادثه دي قضاء وقدر، ده اجباري بتاعت ربنا. احنا ما بنتكلمش على الحادثه دلوقتي، هو ما خدش حكم على الحادثه، هو خد حكم على المخدرات. فاحنا بنتكلم ان دي يمكن تخليه يا استاذ. هو دلوقتي عصام شغال فين؟ حفلاته فين؟ حفلاته فين؟ في دبي. في النايتات دي ايه عباره عن ايه؟ فهو حتى لو في حاجه يا باشا، اللي قاعد في مكان وجنبه حد بيشرب هو بيلقط عليه. يعني اللي قاعد في مكان وجنبه حد بيشرب فهو بيلقط عليه. شاذلي ولو احنا بنتكلم في غلط حصل، بس الغلط ده كم انا بقول ان ده تحذير ليه والشباب تانية، حتى لو بتعمل الحاجات دي تفاريح تعرف انها ممكن تحطهم في مشكله كبيره. هو برضه حطوه في مشكله عشان هو برضه عصام صاصا، ولا حد عادي حصل كل الضجه دي عليه؟ لا في ناس كتير قوي لما بتحلل مخدرات لا ما يعني في ناس في السجون كتير قوي واخده احكام تعاطي. ازاي مفيش اعتراض طبعا على اي. انت قصدك على الضجه اللي حصلت؟ لكن طبعا ما الضجه اللي حصلت دي احنا عاملين سبوت على بني ادم، مش مخلينه يعرف ياخد نفسه. مخلين لو غلطه قد كده، احنا بنقول دلوقتي لاي حد ربنا بيكرمه وبيتشير، خلي بالك انك هتتذبح في اي حاجه. لو غلطه 1% انت هتتذبح بسببها، وده مش صح. انا بشكرك يا شاذلي. هو شاذلي قال حاجه مهمه قوي، قال ان الغلطه بتذبح. بس برضه هرجع تاني واقول الناس اللي ربنا بيكرمها وبيديها نجاح وبيكبرها لازم تخلي بالها من تصرفاتها. على فكره ده انا بقوله لنفسي وليكوا، لان انا اكيد بغلط برضه. انها تخلي بالها من تصرفاتها، عشان هي فعلا لو وقعت في مشكلتها هتبقى ضعف مشكله اي حد تاني طبيعي، عشان الشهرة وعشان الاسم. لكن اي حد بيتعاطى لا بياخد حكم 6 شهور. لو حضرتك ماشي والنهارده انا رحت اشتكيتك في اي حاجه ورحت عملت لك تحليل وطلع ايجابي، ناس كتير قوي بتشتغل شغلانات كتير قوي بتعتبر ان السيجاره دي مش مخدرات وان هي بتتاخد تفاريح. طيب يعني اللي بتاخده تفاريح، عصام النهارده اتحكم عليه ب6 شهور عشان التفاريح دي. وانا مبسوطه بدل هو انسان كويس وفنان كويس ونجح بسرعه شديده انه هيطلع مش هيقرب للحاجات دي تاني، ولا تفاريح ولا غير تفاريح. شفت قال لك ايه؟ قال لك يعني هو بيغني فين؟ بيغني في نايت كلابز وبيغني في ملاهي ليليه يعني.
فاكيد فيها الحاجات دي. هو بيقول كده. ده ملوش اي علاقه، ملوش اي علاقه، ملوش اي علاقه ان في الاخر دي حاجه ضد القانون، وهي لو موجوده في اماكن ممكن تبقى موجوده في اماكن في كل انحاء العالم ولكن يعاقب عليها القانون برضه.